17 ديسمبر 1925 تم توقيع اتفاقية تسليم جدة، وسلم الشريف علي بن الحسين مفاتيح الحجاز، وبايع الحجازيون الملك عبد العزيز ملكا عليهم. وصفح الملك عبد العزيز عن الضباط والجنود الحجازيين، ودخلوا في طاعته وواصلوا العمل تحت لوائه في مواقع عسكرية جديدة. وغنمت قوات الملك عبد العزيز 8 طيارات، 6 منها كانت من طراز إيركودي H9. النواة اللي نشأت منها القوات الجوية الملكية السعودية أقوى قوة جوية عربية. عد معلومة مثيرة للاهتمام، إن أول طيار عربي في التاريخ كان حجازي من مملكة الحجاز. في يناير 1923 بدأ الطيارين الروس بتعليم بعض جنود المملكة على الطيران، والملازم أول في جيش مملكة الحجاز عبد السلام سرحان من مكة أول طيار عربي يتمكن من التحليق بمفرده في سماء جدة 20 دقيقة متواصلة. لحقها السنة الجاية طيار حسن ناظر من أهالي المدينة المنورة عام 1924، لكن لم أجد أي ذكر بمشاركتهم في الحرب. حسن ناظر انضم لاحقا للجيش السعودي وخدم فيها إلى ما تقاعد.